السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل الفيديو البصل المتقلي ده للوجبات اللي عايزه تعمليها بسرعه، مش عايزه تقفي في المطبخ كتير، او مثلا في رمضان، او موظفه مثلا وهتيجي تعمل اكلها بسرعه. احنا عملنا قبل كده الصلصه، وعملنا قبل كده الخضار اللي هو الكزبره والخضار المشكل فرزناه، والثوم. تقدري تحطي كله على بعضه وتعملي محشي، تقدري تعملي اي طبخه بسرعه كله على بعضه ني، يعني يعتبر مش ني، كل واحد على حده معمول وجاهز. احنا نحطه على بعض ونعمل اكلتنا في 15 دقايق بالكتير، هتكون الوجبه تمام التمام. يلا بينا مع بعض على الطريقه سهله جدا وبسيطه، وهيحتفظ بكل حاجه لحد الاخر. ده بصل، ولنكن مثلا بصل مزرع عندك، بصل قديم، كميه بصل كتيره ممكن تبوظ. هغسلها كويس واقطعها 4 بالشكل ده، وهاجي في الكبه بتاعتي او المفرمه او اي حاجه تفرمها لك، او مبشره او حسب الوسيله، وهفرمهم مع بعض على طول. اهم حاجه في الخطوات بتاعتنا هي ان احنا لما نفرم البصل نصفيه كويس من الميه بتاعته قبل ما ننزله في الزيت. هنكون مجهزه حله فيها زيت غزير، اهم حاجه زيت غزير علشان خاطر يبقى محمر معايا ومقرمش، وهنصفي كل الزيت ده منه. وفي نفس الوقت طبختك هتبقى بزيتها علشان خاطر برضو ما تزوديش زيوت كتير. كنت هتحطي حته زبده صغيره او حاجه، يبقى ايه كده معروف ان ايه بصل بالزيت بتاعه. خلاص. ومصفى عندك، اي مصفى ما تستخدميهاش، او مصفى مثلا غير بتاعه العصير، هتصفي فيها كل الحله دي، هتصفيه وترجعي تاني ترجعي الزيت زي ما كان، علشان خاطر تخلصي بقيه الكميه بتاعتك، علشان خاطر تتخلصي من اي زيت فيها على قد ما تقدري، لانه بيبقى شارب زيت كتير. فانا هصفيه الزيت على قد ما بقدر، وبتبقى عارفه ان البصل عليه زيته علشان خاطر ما تبقيش تكتري زيت. في نفس الوقت هنشيله في علبه تكون ناشفه وبغطا محكم، وتشال في الفريزر وتطلع على الطبيخ على طول. كنت حطي كله على بعضه، الطماطم على البصل على كله على النار. حاجة مهمة كمان، ده بصل مركز، يعني معلقة منه بمقام بصلة، ما تكتريش اكتر من كده. يا رب تكون استفدتوا. ان شاء الله انتظرونا في وصفة جديدة وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.